السلام عليكم بنات. اليوم جبت لكم واحد الوصفه فعاله بالنسبه للشعر المجعد او الجاف واللي كتعاني من التلف ديال الشعر بسبب الصباغه او بسبب المواد الكريمات. بسبب المهم هاد الوصفه البنات فيها اصفر بيضه، جوج اصفر بيضه على حسب طول الشعر. كنحتاجو فيها اصفر بيضه عاديه او بنيه. المكون الثاني هو الموز. المهم البنات البنانه تكون شويه طايبه. المهم البنات راه البنان غني عن التعريف، راه كيرطب الشعر، كيعالجو، كيغديه، راه عنده فوائد على الشعر. يعني مره بقاو استعملوا كيعالج حتى الشعر التالف والمصبوغ، يعني الا كان محروق بسبب الحراره او سبب. المهم البنات كنضيفوا معلقه ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده تاع العبار او اي نوع. كنضيفوا ملعقتين ديال زيت الطبخ، اي نوع ديال زيت الطبخ، ملعقتين ديال زيت الزيتون حتى هو كيعمل على تغذيه الشعر. من بعد البنات كنضيفوا يا اما العسل يا اما جوج معالق ديال سنيده. يعني السكر او العسل راه كيعمل على ترطيب وتغذيه الشعر بشكل رهيب، زائد قطرات من الحامض، عصير الليمون. المهم كنضيفوا نصف كأس حتى هو كيعمل على تنقية فروة الراس. المهم البنات هاد الخلطه راه بيرفكت. هاد الخلطه كتستعملوها يا اما كتستعملوها مره في الاسبوع، كتعالج الشعر. يعني اللي شعر متقصف او كتعالجو، طب هاد الوصفه ومكونات طبيعيه وعاديه، يعني ما فيهاش شي حاجه، ما فيهاش. المهم الوصفه المهم البنات كنخلط هاد المقادير حتى كنحصل على واحد الكريم. المهم البنات هاد الكريم كما كتشوفوا ما كنخليهش في الثلاجه او مع فيه الموز، يعني راه دغيا كيفسد. يعني ان فوا كيطحنوه استعملوه مباشره. طريقه الاستعمال البنات كتقسموا الشعر يعني على حسب طول الشعر. انا درت، يمكن لكم تضاعفوا الكميه، انا راه درت كميه يعني اللي تناسب لي الشعر ديالي. المهم البنات كتقسموا الشعر على 4 مثلا، وانتم كتستعملوا يعني كتجبدوا شويه بحال الشكل ديال الباتشا. المهم البنات راه الطوب كتخليو هذا الماسك مده دوزوغ ساعه ونصف، راه كل ما خليتوه كان احسن. المهم البنات راه زوين هذا الماسك، كتحسوا بالنظافه. من بعد كتغسلوه بالشامبو العادي، راه كتحسوا بواحد الفرق، كتحسوا بلي الزغبه ما بقاتش ناشفه، يعني تعالجت. المهم البنات غنتقاسم معكم بزاف ديال انواع ديال الكيراتين الطبيعيين اللي مغذيه ومعالجه الشعر التالف او المصبوغ المحروق. كاين اللي كتستعمل سشوار كل يوم، كاينه. المهم البنات راه هاد الوصفه راه فعاله، تبعوها البنات. هذا راه يمكن لكم تستعملوه حتى البنيتات الصغار، ولكن البنيتات الصغار نصف ساعه، من الاحسن نصف ساعه راه بيرفكت.